جنب لا خالص، العربيه اتعدت اتقلبت فيه الارض. وعشان كده احنا ربنا يخلي سيادتك عشان كده احنا ويبارك لنا فيه وتشيل البلاء عننا ده. ربنا يبارك في صحتك، ربنا يبارك في صحتك. محافظ الاسكندريه الان بطريق ام زغيو غرب الاسكندريه في نطاق حي العجمي. والله بنساعده واحنا بندفع. يعني احنا عاوزين نصلح الطريق ده طوله 8 كيلو. اللي تؤمر بيه الطريق فيه بشوات يا باشا، حتى لو شارع عثمان طلعت مصطفى، كل دي بشوات حتى ما تقدرش قدامها. انتوا ما بتشربوش ميه وعد خالص. احنا حتى نشربوا بنفسينا والله. اللوازم كلها والمعدات كلها تشتغل، نمهد الطريق بس وده حل. محافظ الاسكندريه الان بطريق ام زغيو استجابه لشكاوى المواطنين في هذه المنطقه. الطريق يحتاج الى بنيه تحتيه كامله، ولكن الان يتم تمهيد الطريق. عاوزين الناس تعرف تمشي الاول، يعني في حل مبدئي نمهد الطريق من غير رصد لغايه ما نشوف عمليات المرافق الحيويه اللي موجوده فيه، صرف صحي صح وميه وكهرباء، وبعد كده نفكر في الرصف، بس نمهده الاول على الطريق بطول 8 كيلو وعرض 65 متر، مش حاجه ويوصل لغايه الكيلو لغايه مركزه بطول 21. فلازم يتصلح طريق العربيات دي مهم كلها وعليه استهلاك. طب شركات الاخشاب دي كلها مش عربيات بتدخل فيها وتخرج منها؟ طيب ازاي؟ الناس حابه تعرف بس الوضع الحالي هنا، الطريق محتاج ايه؟ عشان بيقولوا المحافظه ما بترصفش الطريق ليه؟ اولا الطريق مأساة وسيء، وده طوله 8 كيلو وعرضه 65 متر، تمشي فيه عربيات نقل كلها تجار الاخشاب وعربيات نقل وعربيات الملاكي، وطريق حيوي وهام. وانا سامع مشاكل كتير من المواطنين جاتني وصلتني. احنا جايين النهارده نشوفه، احنا بنعمل حل مبدئي لان عمليه رصفه هتكلف 400 مليون جنيه على الاقل، فاحنا حل مبدئي نمهد الطريق بالكامل عشان العربيات تعرف تمشي عليه، ونشوف بعد كده الصرف الصحي والاجراءات اللي هنعملها المرافق الحيويه ونكملها، وبعد كده نبدا نشوف عمليه الرصف. لكن مبدئيا لازم نمهد الطريق بالكامل، وكل المعدات هتنزل تشتغل فيه عشان نمهده عشان الناس تعرف تمشي عليه. تمام يا ريس. اهم حاجه الصرف عشان نشتغل صح. لازم نبدا نشتغل صح. محمد بيه في حاجه كمان احنا كل سنه بنعمله الكلام اللي بيحصل ده، المشكله كلها الصرف بيطلع على انت بتطلع ميتك من جوه، بتعمل ميه. المعدات بتاعتنا كلها هي اللي بتشتغل، كل الشركات تمهدوا الطريق. الطريق ده بتاعنا. ايه ده شويه ميه برضه جنبين بنزينه وقبل بنزينه. مرة أخرى محافظ الإسكندرية بطريق أم زغيو نظرا لشكاوى المواطنين فيها على هذا الطريق غرب الإسكندرية في نطاق حي العجمي. يتم الآن تمهيد الطريق وتسويته بشكل مؤقت، حيث يحتاج الطريق إلى بنية تحتية كاملة قبل عملية الرصف.